مساء الفل والانتصارات والحلويات. كان ايه لازمته؟ يعني قول لي انت كان ايه لازمته وانت عمال تتنطط دخان كتير كفته قليل؟ ايه لازمته؟ انا في اوسخ موسم في تاريخي كسبانك 3 ماتشات، الدوري بتاع الدور الاول من الدوري والسوبر، وكمان كسبك هنا في الدور الثاني، والدور الثاني ده انت جاي لي وانا متدمر وكسبتك 3-0. انا قلت انا ده، بص ما اكذبش عليك، انا داخل الماتش وانا قلقان لاول مره في حياتي بتفرج على ماتش قمه بين اهلي وزمالك وانا خايف. انا داخل الماتش عارف اني خسران. واقول لك حاجه تانية عشان ما اقعدش اضحك عليك والف وادور، من وانا كسبان 2-0 وداخل الشوط الثاني قلقان. واول لما خدوا البلانتي انا قلقت اكتر، لان كان منظومتك الدفاعيه مش مطمناني تماما. ده هنبقى نجيله بعدين، يعني خلينا نتكلم في الماتش بشكل عام الاول. فانا مبسوط لان يد الشيله ويد الحطه رحت في جمل وجيتوا على بطه. قعدت طول الايام اللي فاتت احنا نكسب، ده بيراميدز كسبوهم اللي احنا كاسبين بيراميدز دي وراح جاي 3-0 4 نرجع ال6-1 صح؟ مش ده اللي انتوا كنتوا بتقعدوا تقولوه؟ ايه النتيجه؟ انتوا اللي خسرتوا 3-0. وده ليه؟ لان انتوا كانت ماشيه معاكم بالبركه، ادائكم كان وحش ولكن بتكسبوا تحكيم، باضافه الى يعني ايه روح لعيبه وقتاليه وكلام من ده. ولكن انتوا قررتوا ان احنا جامدين قوي. احنا عندنا ناصر منسي الاسطوره. فين الاسطوره النهارده؟ اسطوره بسبب انانيته وبسبب النفخ المبالغ فيه. الراجل بيضيع الماتش اللي فات قدام كان بيراميدز تقريبا، كان قدام لا كان قدام انبي، بيضيع بدل الجون 2. والنهارده بدل ما يبظيها للعيب اللي كان في ظهره، مش فاكر كان بزيرة ولا كان عداية دباغ، قرر ان هو يأنن ويشوطها هو ويضيعها ويطلعها بره. وانتوا ده لو الجون ده كنتوا جبتوه كان الموضوع اختلف تماما. انتوا اللي بتعملوا كده في لعبتكم كل سنه، وبعد كده بتيجي تقولوا ايه؟ الاهلي هو النانوس، الاهلي هو اللي بيكسب بالحكام، وانت كمان بتكسب بالحكام. يا عم انا بكسب بالحكام مع ان ده بيحصلش، بس يا عم انا بكسب بالحكام. طب ما انت كمان بتكسب بالحكام. الفرق بيني وبينك ان انا ما بنفخش في لعيبتي، ولما لعيب وانا النهارده وكسبان 3-0 وبص هقول لك ايه على اللعيبه بتاعتي. لكن انت ما بتعملش كده. انت انا كسبان 3-0 يا جماعه. نثبت في اللعيبه ونمسكها نعض في كده عشان احنا ايه؟ عشان احنا خايفين وعايزين نطبطب على اللعيبه على قد ما نقدر ونلف حوالين اللعيبه لا، ده مش احنا. لو كسبانين 100-0 وفي لعيب واحد في ارضيه الملعب ما لعبش كويس هنقول عليه انه ما لعبش كويس، لان احنا عايزين دايما ال11 بالبدله يبقوا كويسين. لكن انتوا نفخ وعملتوا زي ما احنا عملنا ساعه ماتش السوبر الافريقي. فاكر ولا مش فاكر؟ هي احنا الاقوى، احنا السكواد اللي مش عارف ايه، ونسيتوا ان الكوره بتتلعب بالروح وبالعزيمه وانهم 11 قدام 11. لا، ده انت نسيت كمان ان انا جوده اللعيبه عندي اعلى بكتير منك، وهي تعتبر الاعلى في افريقيا اساسا. ولكن احنا عشان عندنا نجوم كتير ما كانوش بيلعبوا لمصلحه الفرقه. النهارده لاول مره بيلعبوا في لمصلحه الفرقه من اول الموسم، من اول كاس العالم للانديه، وانت الاول مره بتلعب من اجل الفرقه فتكسب بالمنظر ده. طيب تعالوا بقى واحده واحده، اتكلمنا عن الماتش خلاص بشكل عام وفرحنا واتبسطنا، نتكلم بقى عن الكوارث اللي في الفرقه. وان لو كان نادي تاني عنده يعني قوه هجوميه افضل كانوا هيزعلونا، وكان ممكن نتيجه الماتش تتقلب تماما. اللي هي زي فين؟ زي بيراميدز لما عندهم مهاجمين زي مايلي، راجل بيجيب اجوان من نص ابره، انت زعلت. النهارده الكلام على مين؟ على 2 لعيبه في خط الدفاع، هادي رياض واحمد رمضان بيكهام. مين الناس اللي جابت اللعيبه دي وقالت طب بيكهام كده كده عراه هيمشي اخر الموسم، اما ما هادي رياض انتوا جبتوه بناء على ايه؟ والمطبلاتيه اللي بيطلعوا على النت طلع قال لك هو يعني شايفين جوده مدافعين، هو احنا في الدوري المصري اكتر من يعني هو افضل مدافع موجود، هو احنا عندنا اكتر من مدافعين ومن نص الملعب في الدوري المصري اللي بيدافعوا. يعني يا ريت حتى نص الملعب الكرييتيف، لا نص الملعب اللي بيدافعوا
وكل نادي عايز يكون عنده نص ملعب كرييتيف يطلع الكرة يروح يجيب من تونس ولا من المغرب. هتقول لي انت بتقول ايه يا عم؟ اقول لك روح اتفرج على احمد بالحاج في سيراميكا تقريبا، قبلها كان عندهم قندوسي. وكل منظر كل نادي هتلاقي اللعيب اللي بينقل الكرة من ورا لقدام هو ما لعيب من تونس او من المغرب او مثلا لعيب افريقي او اي حد او اوروبي. لكن لان انت ما عندكش هنا غير المدافعين اصلا ونص ملعب مدافع. فانا مش فاهم انت بناء على ايه جبت هادي رياض مدافع لبسك ضربه جزاء تقول لي ما ده سيميوليشن يا عم اسكت سيميوليشن مين؟ ده الولد بيجري عليه هوب ولو جاي فرمل وهو بيخبطه على سن الحكم اهبل يعني. فانا مش فاهم انت بتجيبه بناء على ايه؟ كل اللي ياسين منع يحاول يصلحه في الناحيه من ناحيه، هادي رياض كان هيبوظه من ناحيه ثانيه. وكل الكور اللي كانت هتخش فيك جوان جايه من ناحيه رمضان بيكهام ومن ناحيه مش عارف مين قال له بيكهام انا مش عارف ومن ناحيه هادي رياض، لان ياسين منعي كان بيلعب ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. هادي رياض هو اللي كان بيلعب ناحيه احمد رمضان بيكهام. فانت عندك كارثه في خط دفاعك، كارثه خط دفاعك ده لازم يتفور. وياسر لما بينزل ما بيقدمش اي اضافه مبدئيا زيه كله. انت محتاج لعيبه في الدفاع كتيره جدا. وعلى فكره محمد هاني لو نزل ما كانش هيفرق كتير، محمد هاني سيء جدا. انت محتاج باك يمين جامد جدا، باك شمال جامد جدا ليوسف بن عمرو ده ما يخش ذمتي بربع جنيه. فانت محتاج باك شمال كويس، محتاج باك يمين كويس، محتاج على الاقل قلب دفاع قوي يعني عن اللي هو ايه ما بيخافش بيعرف يطلع بالكوره. لا قلب دفاع محتاج قلب دفاع قوي حلو. سمعت عن اخبار هترجع عبد المنعم، بس عبد المنعم لو هيرجع لك مش هيرجع لك غير الاعاره، وبعد ما يشم نفسه عندك هيرجع ناديه تاني، يبقى انت ما استفدتش اي حاجه. هتقول لي اهو موسم بس نكسبوا دوري الابطال لو هتقضيها سلطه بلدي براحتك بقى، شوف انت عايز تعمل ايه. بس مبدئيا خط دفاعك كارثه عندك خط دفاع كارثه. نيجي لمركز حراسه المرمى مصطفى شوبير. النهارده الراجل بيثبت هو ليه لازم يفضل اساسي. بيغلط لان خط الدفاع كان سيء، بالاضافه اللي هو كان زيه زي بقيه الفرقه اللي هو خلاص معايا كلها بايظه، هشيل انا يعني هستفيد يعني هستفيد ما كله بيضيع قدام انا صرف. فهو روحه قلت وقتاليته قلت في حراسه المرمى عن بقيه الفرقه. ولكن مصطفى شوبير النهارده بيثبت هو ليه هو لازم يكون الحارس الاساسي سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. نيجي لنص الملعب. النهارده مروان عطيه اثبت انه كساحه بيشيل اي حد قدام، بيشيل اي كره قدامه. ولكن الراجل كان لوحده. انت محتاج 8 بخصائص 6 يقدر ينقل الكوره زي ما كان ريال مدريد فيها كازيميرو هو مكان مروان عطيه. راجل ما بيلعبش برجله كتير، الكوره كتير حلوه اخره شوط تمام. اللي جنب منه كان فيه توني كروس ومودريتش، واحد مهاري قوي اللي هو مودريتش اللي هو نفس بروفايل امام عاشور، لعيب مهاري جدا هجيله كمان شويه مهاراته وبتاع وبياخد الكرة يطلع بيها قدام. ولعيب تاني يقدر يلعب 6 ولكن ده شغلته انه بصير اللي هو كان توني كروس، بيباصي حلو، بيعرف ينقل الكرة من ورا لقدام، بيساعد الارتكاز انه يقطع الكرة. ولكن مهمة بقى الارتكاز اللي بيقطع الكرة بياخدها يديها لتوني كروس ده. توني كروس ده اللي هم احنا مفتقدينه عامة في الاهلي، وظيفته انه بعد ما يساعد مروان عطية في قطع الكرة يطلع بالكرة لمين؟ لامام عاشور اللي هو مودريتش اللي عندك. فامام عاشور اللي هو مودريتش ياخد الكرة يطلع بيها لقدام بقى، يعدي واحد على واحد ويتزنق ومش عارف ايه، يدي الثرو، يدي باص، يشوط هو الحاجات دي. فانت مفتقد للعيب اللي جنب مروان عطيه اللي يقدر يطلع مش بيطلع بالكوره، يباصي الكوره لقدام صح. وظيفه الطلوع بالكوره دي تبقى من وظيفه امام عاشور. لكن انت محتاج اللعيب اللي جنب مروان عطيه اللي يقدر يباصي. مروان عطيه كان بيلعب لوحده يقطع ويتزنق انت محتاج جنب واحد لما مروان يقطع يكون هو وظيفته انه ياخد الكوره اللي تتقطع دي يطلع بيها سيكا لقدام او يبازيها لقدام. ده انت مش معاك. ودي الصفقه الثانيه اللي لازم الاهلي يشتغل عليها.
طيب بعد كده نيجي لامام عاشور. النهارده امام عاشور بيلعب للمتعه. اتقطعت منه كور كتير، بس في نفس الوقت عمل لك لمحات حلوه كتير. والجون اللي بظاه في الاخر ما هو اللي مبظيه. وكان اخيرا تروب اقدر اقول لك حاجه واحده عملها صح، ان التشكيل بتاعه كان تحفه الصراحه، كان تحفه. ثانيا انه كان انه اعتمد على لعيب زي امام عاشور طول الماتش ما طلعوش، لانه عارف ان الجوده دي ما تطلعش بره الملعب. وهنا نيجي للنقطه الثالثه. هتشوفوا مشكله امام عاشور امتى. ما ينفعش يمشي. واللي عمله ده كان رد فعل على التعامل السيء من اداره النادي الاهلي معاه. وان انت جايب له لاعب زي زيزو ده هجيله كمان شويه، ان ما بيعملش حاجه وبياخد ضعفه 5-6 مرات. ما بيقدمش حاجه خالص. جايب له لاعب زي تريزيجيه بيخلص كوره وهو لسه في عز شبابه، ما بياخدش قد اللي تريزيجيه بياخده. جايب له لاعب زي بن شرقي برضه بيشطب كوره، صحيح هو مهاري وجامد وكل حاجه، بس هو بيقيسها بنفسه. هيقيسها على نفسه، انا بقدم ايه ودول بيقدموا ايه. انا لو طلعت الملعب يخسروا، هم لو طلعوا من الملعب وانا موجود هكسب. هو بيقيسها كده. وانت كان المفروض من الاول قبل ما تشتغل انت بتعمل استراتيجيه. انا جايب امام ببني حواليه فرقه، مش جايب امام احطه في الفرقه. فبالتالي امام اتنجم عندك. فانت خلاص ابني بقى على النجوميه دي. وقعدت تقول لي انا مشيت كهربا علشان انقذ امام. ده طلع كهربا هو اللي كان ملجم امام، وهو اللي كان محجمه. كهربا لو كان موجود كان مستحيل امام يعمل حركه زي كده، ان هو يغيب عن ان هو يسافر دي. لكن ده لان امام ما لقاش اللي ينصحه، ما لقاش اللي يقف جنبه، لقى نفسه لوحده. وانت عملت ايه؟ كل اللي انت عملته ان انت بوظت الدنيا زياده. جبت له لعيبه فوق منه. انت لا مش النجم ولا انت زيك زيهم. وده شيء كويس زيك زيهم، بس ده لما ابقى زيهم فعلا. لما ابقاش انا شايل لك الفرقه موسمين وفي الاخر النتيجه ايه؟ ان انت تخسف بيها الارض بالشكل ده، وتخليني بقبض 15 مليون وجايب لعيبه ما بتقدمش ربع اللي انا بقدمه، واعطيها فوق ال 70 مليون، واللي بتديله 80 واللي بتديله 100 مليون. طب ازاي يعني؟ فده نتيجه طبيعيه. فانت لازم تحل مشكلتك مع امام عاشور. امام عاشور ما ينفعش يمشي، لانك مش هتلاقي الجوده دي خالص، لانك للاسف ما عندكش كشافين. فمش هتلاقي جوده مصريه بالجوده دي خالص. وهنا نيجي بقى للشق الامامي. الشق الامامي بتاعك حسين الشحات ده راجل لازم يجدد. الموضوع منتهى يا جماعه. راجل اهلاوي، ودي حاجه انت مفتقدها بعد ما مشيت معلول والسوليه. ده راجل اهلاوي، انت لازم تجدد للراجل ده باي شكل. تريزيجيه النهارده يعني راجل من ناشئين الاهلي، انت فاهم؟ على قد ما بقدر بعمل، على قد ما بقدر بحاول. حته الانانيه دي لازم تتحل عند تريزيجيه، لان بيأنن كتير. ولكن على قد ما بقدر بحاول، خلاص بحاول على قد ما اقدر. بن شرقي افضل محترف عندك، مفيش كلام. وانت عايز تمشيه، وهو اصلا مش فارقه معاه عايز تمشيه. انا هجيب عرض بكره وامشي ليه؟ لانه واثق في نفسه. راجل تنين. عايز تمشيني عادي يا معلم، هجيب عرض بكره وامشي. وهو اخوه راح جاب له عرض الغرافه في ساعتها. وراجل عنده 31 سنه، ونادي الغرافه القطري هيدفع فيه 2 مليون دولار. ليه؟ لانه عارف هيجيب لعيب هيهدف له قد كده طول الموسم، طالما انا بلعبه في المنطقه في الوينج الشمال في مركزه في الحته اللي هو بيحبها، واخدم عليه في الملعب. خلاص هيجيب لي جوان. مش هيجيب لي اقل من 14 15 جون في الموسم، ده غير الاسيستات اللي هيعملها. النهارده في ماتش ضد الزمالك، ماتش كبير، اهم ماتش ليك في الموسم حاليا دلوقتي، جايب لك جونين انت عايز ايه تاني يا معلم؟ وهو تقريبا اللي عامل الاسيست كمان بتاع الجون بتاع حسين الشحات. انت عايز ايه تاني؟ جايب جونين واسيست في الثلاث اجوال اللي انت جبتهم. انت عندك 5 محترفين غير الاربعه اللي بره، ما فيهمش غير بن شرقي. اديك شفت ديانج لما نزل ولا ليه اي لازمه، ولا موجود في الملعب. وهو واحد زياده كده بضرب وخلاص. يا مفيش كلام. طاهر احنا النهارده اثبت لك ليه كل مدرب بيجي لازم عايز يجدد له ويقعده. هو طاهر
حلاوته انه عارف قيمته كويس في النادي. انا راجل بديل، بعمل اللي عليا، المدرب بينزلني مهاجم ببقى مهاجم، بينزلني وينج ببقى وينج، بيقول لي دافع بدافع، بيقول لي هاجم فهاجم. لو وقفوني جون مش هتكلم. لعيب تحبه وانت لا عمره ولا عمره اتكلم لما اتشتم ولا واتقل منه، لا عمره لما الجماهير قلت منه اتكلم ولا فتح بقه. هتدوني خصومات ماشي، هتعملوا اي حاجه ماشي. لعيب في منتهى الاحترام والادب. ولعيب النهارده هو اللي عامل لك الاسيست الاولاني بتاع بن شرقي، وقف على كورته في ثانيه عامل لك الاوفر هوبا بوم بن شرقي دخل جول. فبجد طاهر لعيب لازم يتجدد له، وكده كده مرتبه مش كبير، وكتلته الجسمانيه كويسه جدا لكل مراكز الهجوم، وكمان مركز الباك اليمين. فانت محتاج، هو لعيب كويس، حتى لو هتلاقيه بنص ملعب هتلاقيه موجود. نيجي بقى للعيبه اللي خلاص انا بتنزل، انا بتقفل، انا اللعيبه دي بتبقى موجوده انا بتقفل يا جماعه. خلاص 2 لعيبه، مروان عثمان وزيزو. كفايه بقى، كفايه. مروان عثمان كده كده عمره ما هيلعب في مركزه هنا في الاهلي، اللي هو يا تحت مهاجم يا اما وينج. الاثنين مليانين لعيبه ونجوم كبار، فيرجع لسيراميكا لما يستوي ويبقى لعيب افضل بكتير، ممكن في يوم من الايام يرجع الاهلي تاني. لكن زيزو يا جدعان مفيش. النهارده نازل، اولا ده لعب له بتاع 7-8 دقايق. الكره اللي اتبسط له وهو بيجري على الوينج وهو لسه نازل مش قادر يجيبها، مش قادر يجيبها، كسلان، وهو داخل الملعب مع سيف الجزيري. شفت فخلاص يا جماعه بجد زيزو صفقه صعبه. زيزو صفقه صعبه. زيزو بالرمضان، مروان عثمان بعد اذن اداره الاهلي الموسم الجديد يدخل، ال3 لعيبه دول يكونوا كل واحد راح نادي تاني. مروان عثمان راجع سيراميكا، بالرمضان بمستواه ده يروح يلعب في مين، في مسار ولا في الاولمبي ولا في اي فرق من الفرق اللي صاعده جديد دي، وخلاص. ده يعني ده لو رضوا ياخدوه اصلا. وزيزو ما اعرفش بقى يروح بقى بالفلوس اللي خدها دي يفتح مشروع وفكه من الكوره، يا يرجع الزمالك تاني. انا موافق ببلاش، يفسخوا عقده ببلاش ويرجع الزمالك تاني، انا موافق. وحلال عليه ال 80 مليون اللي خدهم من رجل الاعمال ده، حلال عليه. ياخد بعضه ويرجع الزمالك بقى، يحل مشاكله هناك، يقول لهم مرتبي هو اللي عندكم، وضيفوا ويحطوا وزياده بال 80 مليون ومش عارف، يظبط حاله ويروح يرجع الزمالك. عشان انا ما بقتش مستحمل زيزو ده ينزل الملعب تاني. خلاص كفايه. جه بوظ الدنيا وماشي، قاعد بقى ثبت فيها، هيثبت لك في ابوها بقى. خلاص كده. تريزيجيه ماشي، راجل عنده شويه مشاكل هتحلها له خلاص. امام عاشور نفس الكلام، شويه مشاكل هتحلها له خلاص. لكن زيزو مشكلته في زيزو ما بيقدمش حاجه خالص. هو ما جاش، ما فيش كوره. اعطاك ماتش ولا ماتشين اول الموسم، بعد كده انتهى خلاص. زيزو ما فيش. عامه انا كده اتكلمت على كل المشاكل اللي كانت موجوده، عشان برضو تبقى الدنيا واضحه وما تفرحش بالثلاث نقط وال3-0. انت افرح بيهم في اطار ان ده ماتش ضد الزمالك، لكن مشاكلك الفرقه مشاكل كتيره جدا ومحتاجه تتحل. وطبعا المدرب، لان زي ما انت شفت، ما تقعدش تضحك على نفسك، المدرب ما عملش اي حاجه وما قدمش اي حاجه. هو بس حط تشكيل صحيح فقط، وما كانش جبان ونزل هاجم. حاطط لك 2 لعيبه وينجات في نص الملعب، ولا كان واحد بقى، كان حسين الشحات واسمه ايه، كان حسين الشحات وامام عاشور في نص الملعب جنب مروان عطيه، وقدام كان في طاهر وكان في تريزيجيه وكان في بن شرقي. فلعب 5 لعيبه بيهاجموا، فعشان ما كانش خسران حاجه. لكن لو كان ماتش الزمالك ده ماتش طبيعي، اللي هو ماتش عادي، ده العادي بتاعك، اللي هو انت لا في حاجه تبكي عليها وبتلعب على الدوري وبتاع، كنت هتلاقيه لاعب بديانج وامام عاشور ومروان في عطيه في نص الملعب عادي، وكان الجبنه هيرجع يشتغل. فده كويس جدا ان انت خلاص، يعني هو يعمل له كده ماتشين حلوين قبل ما الموسم يخلص، مع انه فنيا ما جاش، هو مدرب ما جاش،
وما تسترخصوش. واديكوا انا بقى استرخصتوا ايه؟ ده انتوا بتديله 220 الف يورو في الشهر. استرخصتوا ايه؟ ده انتوا جايبين مدرب بسعر قد كده، ده تروح تديهم لجوزيه مورينيو ده يجي يدرب الاهلي. انت بتقول ايه يا ابني؟ ايه المرتب ده اللي انت بتديه لمدرب زي ده؟ يلا ما علينا، اللي حصل حصل. احنا اتكلمنا اهو. مبروك طبعا للاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك للعيبه الرجاله اللي قدمت كل اللي تقدر عليه في الملعب. واتمنى من الاداره واتمنى من الجهاز الفني يحلوا المشاكل دي من هنا لاخر الماتشين اللي فاضلين. واتمنى ان الاداره تكون شغاله من دلوقتي على المشاكل بتاعه الفرقه، عشان ما تجيش اول الموسم اصلي مش لاقي مدرب، اصلي مش لاقي مش عارف ايه، اصلي مش لاقي لعيبه، اصل اجيب جوده منين. عندك كل الفتره دي تستكشف لعيبه وتجيب لعيبه. بس دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا يعني اتبسطتوا. وتنسوش تشيروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه. اشوفكم في الحلقات الجايه والسلام.